اخوان السلام عليكم. طبعا بعض الاخوة يراسلوني بخصوص بيع الاسهم او بيع النقاط. يقول لي حتى هسه احنا ما نعرف شلون نبيع الاسهم او شلون نبيع النقاط مالتنا. فقال تعرفون يعني البرنامج هو تغير واكيد تغيرت، بس تغير نحو الافضل وليس نحو الاسوأ، وخطواته كلش بسيطة. هسه عندنا 3 فقرات راح نسويهن بهذا المقطع. الفقرة الاولى شلون نحول الاسهم الى مبالغ، يعني الى دولار. طبعا هاي القائمة الواجهة الرئيسية مال البرنامج. نجي نقرأ على الخيارات، هاي هنا 3 خطوط نطلق عليهن. زين، راح تطلع عندنا هنا الإيرادات. زين، نطرق على الإيرادات تطلع عندنا هاي الخيارات. نروح لهنا شركة الأمازون، نطرق عليها. طرقنا عليها، نسحب على اليسار. نسحب على اليسار آخر السحب يعني. يطلع عندنا هنا رقم. هنا رقم جوا الإيرادات. قبل احنا نسميها اسهم، هسه تحولت الى نقاط، صارت نقاط يسموها. شو نسوي هسه هاي النقاط حتى نعرفها دولار؟ ننطيه النسخ. انطيناها النسخ. نجي هنا هذا المستطيل اللي هي قيمة الايرادات. خلينا نشوف ذن النقاط اللي نسختهن ايش قد يصيرن بالدولار. انطيناها اللصق. وين نروح؟ ننطي ارسال. انطيناها ارسال. قال لنا 6 دولار امريكي. هنا 6 دولار امريكي. زين، 6 دولار امريكي. نبيع لو ما نبيع هاي بقت يمك. خل نجرب للبيع. بعنا نقاطنا. زين، هسه وين نلقى الربح؟ وين نلقاه 6 دولار؟ وين نلقاه من بعناها منه؟ نرجع للخيارات، نرجع الى لوحة القيادة حتى تودينا للقائمة الرئيسية او للسطح المكتب، سطح مكتب البرنامج. هنا عدة مربعات بها تفاصيل ما علينا بها. نجي للربح، المربع مكتوب به الربح. زين، لقينا فلوسنا اللي بعناهن مو 6 دولار. انا طبعا قبلها بايع اني. صار عندي 61 دولار. 61 دولارا امريكيا. زين، هنا اول خطوة كملناها. طبعا كلش واضحة بس ركزوا بيها. اول خطوة شلون نحول الاسهم مالتنا او النقاط الى دولار. نروح للايرادات، ننسخ السهم او النقاط، نلصقهن بالمربع. زين، وبعدين نبيعهن. نجي لسطح المكتب نلقاهن هنا. زين، ذني هاي الخطوة انتهينا معتها. الخطوة الثانية، كل مستثمر طبعا وكل نافذة بيها محفظة خاصة بالمستثمر. زين، هسه شلون احول ذن 61 من حقل الربح لمحفظتي؟ ليش احولهن لمحفظتي؟ حتى يكونن مهيئات للسحب. حتى يكونن مهيئات للسحب. طبعا اذا انفتح السحب، لان هم بلغوا على اساس يوم 25 راح ينفتح السحب حسب تعليمات الشركة. زين، فاحنا ننقلهن ونكملهن حتى من يجي يوم 25 بحيث تسهل علينا عملية السحب. هسه الخطوة الثانية قلنا شلون نحول هذني 61 نحولهن للمحفظة. نرجع للخيارات ذني. زين، نروح للنقل الداخلي. النقل مكتوب اللي هو بالانجليزي ترانسفير، نطرق عليه. راح تطلع عندنا هاي يعني الخيارات او المستطيلات. طبعا هي هوسه بس كلش بسيطه. لا تشوفونها خطوط وكذا، وهاي كلش بسيطه. زين، بس ركزوا وياي. هاي محفظتي، هاي محفظتي. زين، شو نسوي؟ اول خطوه نروح على اول مستطيل. على اول مستطيل شو نسوي؟ نطرق عليه، هذا السهم الصغير. يقول لك هنا محفظة المكافآت 0 دولار. هنا خيار الثاني محفظة الربح اللي هي قد 61 دولار. شو نسوي؟ نطرق هنا. طرقنا على 61 دولار. نزلا بأول مستطيل محفظة الربح ايش قد عنده ربح هسه اني؟ 61 دولار. زين، المربع الثاني او المستطيل الثاني نتركه. نجي على المستطيل الثالث، نشيل المبلغ هذا، نشيله نخليه هنا، كتبه هنا. مو شرط اكتبه كله. ايش قد يسحب انا؟ 60 50 30. زين، كيفك، هاي راجع يمك. شو نسوي؟ نطرق عليها هسه نعوف الواحد نسحب 60. هاي ال60. زين، كتبنا هنا 60.
أخذناها من هذا المبلغ كتبناها هنا 60 دولار. شو نسوي؟ ننطي إرسال. طينا إرسال. هنا المبلغ 60 دولار، تبيع لو ما تبيع، يعني ترسل لو ما ترسل، قل ننطي إرسال حتى نجرب. تمت معالجة طلبك بنجاح. الخطوة الثانية كملناها، شلون نقلنا الربح مالنا من القائمة الرئيسية من الأرباح إلى محفظة الخاصة بينا. زين، هسه أريد أشوف وصلا للمحفظة لو ما وصلا، وين ألقى المحفظة؟ وين نرجع للخطوة الثالثة؟ قلنا هم نرجع للخيارات، نطرق عليهم. انسحاب، نروح للانسحاب، نطرق عليه. زين، طلعت عندنا المحفظة المهيئة للسحب، المهيئة للسحب. زين، هذا 60 دولار اللي حولناهن من المحفظة من الربح. محفظتنا صارت هسه عندنا 60 دولار بمحفظتنا جاهزات للربح. ومثل ما قاعد تشوفون من كل شهر من الساعة من 5 إلى 7 مساء بتوقيت وسط أوروبا، يعني بتوقيتهم هناك من 5 لحد 7 مساء بتوقيتنا بعد ما أعرف ايش قد يصير. زين، نجي نخلي هنا التعليمات راح نشرح لكم إياها بعدين. رمز الاستلام والمبلغ اللي تسمح لك به الشركة تحوله. زين، وتنطي إرسال منه. هاي شو وقت؟ في حال انفتح الصرف اللي هو بلغونا يوم 25. زين، يعني 3 خطوات كل السهلات وما بين أي مشكلة، بس يحتاج لنا شوية تركيز وتتبع. وتحياتي.